السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده يا حبايبي اللي ما يعرفنيش، انا قناة وصفات طبخ فلاحي مع ام مريم. يا ريت تشرفوني كده وتنوروني وتخشوا تشوفوا الحاجه اللي انا بعملها. النهارده هعمل لكم اللي هي السوبيا الرحمن ديت، طبعا كل مصر عارفاها. انا هعملها لكم النهارده بالطريقه اللي انا بعمل بيها، يا رب تعجبكم. يلا بينا نشوف الطريقه ازاي. هنعمل النهارده يا حبايبي مع بعض كده صوبيا الرحمن. هوريكم الطريقه اللي انا بعمل بيها ازاي. معايا مج ونص رز، مج اللي هو بتاع الشاي ده ونص، مش هكتر اكتر من كده، هم دولت المقدار اللي انا هعمل بيه. هنغسل بقى الرز وارجع لكم. حطينا الميه اهي يا حبايبي تغلي كده على البوتاجاز، وغسلنا الرز بتاعنا. انا سقيته بقى كده في الميه، نزوده شويه ميه كمان ونسيبه بقى يغلي كده مع بعضه لحد ما يستوي. يا حبايبي كده بقى نزودها شويه ميه سخنين كده كمان من الكتل، ونسيبه كده بقى نوطي عليه البوتاجاز وتتنك ايدك فيه كل شويه تقلبيه عشان ما يلزقش في الحله. احنا مش عايزينه يلزق في الحله عشان ما يعملش طعم ايه للصوبيا بتاعتنا. اهي هنسيبها بقى كده تغلي مع بعضها، وما تستوي ارجع لكم. يا حبايبي الرز بتاعنا استوى اهو، هو كده استوى وبارد اهو، وما بردش قوي، هو دافي يعني. هنحطه بقى في شفشق الخلاط، انا ما رضيتش اعمله هو سخن عشان الشفشق. نحطه بقى في شفشق الخلاط كده ونضربه في الخلاط. نحط الكمية على مرتين علشان الشفشق مش هياخد كل الكمية اللي معايا. نحط بقى كده شوية لبن، ونضربه بقى في الخلاط وارجع لكم. يا حبايبي انا فضيته كلته هنا في الحله ديت عشان هضرب في الخلاط وكب هنا. انا ضربته في الخلاط اهوت اهو. هضرب بقى الكميه كلها وارجع لكم. ومعايا على الكوبايه ونص رز معايا كيلو حليب. هضرب بقى الكميه كلها وارجع لكم. يا حبايبي انا ضربت الكميه كلها اهيت، بصوا المطه بتاعتها عامله ازاي. ضربت الكميه كلها اهيت في الخلاط. هنحط لها بقى السكر حسب الرغبه، حسب ما انتوا عايزين. انا هحط كوبايه كده ملانه، ولو احتجت ابقى احط تاني. والكوبايه ونص الرز خدوا رتل لبن، يعني خدوا كيلو لبن حليب. نحط شويه سكر كمان، انا مش عايزه اكتر عشان انا هعملها مززه وهعملها اللي هي الحلوه اهي. لو احتجت تاني ابقى احط. هقلبها بقى كل السكر كده مع الصوبيا بتاعتنا. نقلب بقى كده كله مع بعضه. هحطها برده على البوتاجاز عشان اقلبها كده والسكر بتاعها يسيح. ومعايا قشطه، القشطه البلدي اللي هي القشطه بتاعتنا اهي، قشطه بلدي هحطها. في ناس بقى تحط اللي هو كريم شانتيه، لا انا حاطه اللي هو اللبن البلدي بتاعنا الحليب، وحاطه قشطه، ولا لبن بودر ولا بتاع ده ولا كريم شانتيه. حطيت القشطه وحطيت اللبن. يا حبايبي انا حطيت القشطه اهيت. هقلبها كده القشطه في السكر واحطها على البوتاجاز معانا كده تغلي اهي. هولع بقى البوتاجاز واحط الحله. يا حبايبي احنا حطيناها كده على البوتاجاز اهي، هي سخنت اهي قربت تغلي. فانا عايزه بقى السكر عشان السكر يسيح وعشان تغلي كده معانا، وبعدين نطفي عليها اهي. بصوا المطه بتاعتها احنا مش عايزينها تبقى خفيفه، علشان انا عايزاها تبقى تقيله كده تتحط في الكوبايات ولا الكاسات، تبقى تقيله كده تتاكل بالمعلقه تغلي. يا حبايبي بصوا معانا اهي، بصوا اهي كده بقى نطفي عليها كده. خلاص غليت اهي، هنطفي كده عليها، مش محتاجينها في سوا تاني. بس هنحط عليها بقى جوز الهند، هنشيلها بقى نقسمها كده جزئين. يا حبايبي بقى نقصها كده نحط هنا شويه ونخلي في الحله شويه، عشان دي نعملها مززه، ودي نعملها حلو. اللي في الحله دي بقى هنعملها المززه. هنجيب بقى معانا كده معانا دي ملح ليمون، معلقه صغيره ملح ليمون هنحطها كده، مش هنحطها كلها، ولو احتاجنا تاني نبقى نحط.
اهو يا حبايبي حطينا كده معلقه الملح ليمون، حطينا معلقه الملح ليمون كده وقلبناها. نجيب بقى جوز الهند معانا، اللي عنده جوز الهند اللي هي الشور ديت يحط منها، واللي ما عندوش اللي عنده جوز الهند اللي هي العاديه برضه يحط منها، يعني ولا دي هتقول لا ولا دي هتقول لا، مفيش حاجه هتقف قدامنا يعني. معانا 3 معالق جوز الهند اهمت. انا ما عنديش اللي هي القشور دي، عندي اللي هي العاديه ديت. هنحطها كده على الصوبيا بتاعتنا وهنقلب. حطينا ملح الليمون وحطينا ايه جوز الهند، نقلب كله كده ببعضه. اهي يا حبايبي قلبناها كده ببعضها اهي. نجيب بقى معلقه صغيره كده نضيفه ومعلقه يعني، وندوق كده معانا نشوف ايه. معلقه ما تكونش مبلوله، لازم تكون نضيفه كده. لا هي كده طعمها كويس، مش محتاجه ملح ليمون تاني. نقلبها كده بقى مع بعض وهنركنها في جنب ونسيبها تبرد. اهي هنسيبها بقى تبرد ونغسل المعلقه بتاعتنا ونشوف اللي هي الحلوه دي عشان نحط لها شويه سكر. معانا بقى دي يا حبايبي الحلوه اهي، هنحط لها بقى معلقتين سكر عشان دي بتحتاج سكر شويه، يعني زياده شويه عن التانية عن المزازه دي اللي هي الحلوه. نحط لها معلقتين ده جوز الهند اهي، نحط لها كده معلقتين يا رفرة، نقلبهم برضو كده فيها ونسيبها كده ايه تبرد برضو معانا عشان هي لسه سخنه. لما تبرد هنرجع لكم بقى ايه نشوفها بقى مع بعضنا كده على ما تبرد، ونغرفها بقى في الاطباق ونشوفها. يا حبايبي هنكشفها بقى كده ونشوفها مع بعض بعد ما بردت. هي كل ما تقعد كل ما تتقل. بصوا يا حبايبي كده معايا، بصوا المطه بتاعتها. هنغرف بقى كده في الاطباق وفي الكوبايات بتاعتنا. بصوا المطه بتاعتنا. جربوها برضو كده وقولوا لي ايه رايكم فيها. والله هي نفس اللي بره بالظبط، ما فيهاش حاجه زي ده يعني. خلينا نروح نشتريها بقد كده نعملها في البيت وانضف واحسن. نغرف برضو الطبقه دي اللي هي المززه اهي. بصوا المطه بتاعتنا. ودي بقى اللي هي الحلوه بتاعتنا. انا مش مكتره من الحلوه عشان هما مش محتاجين اصلا من الحلوه، هما بيحبوها اللي هي المززه على طول، يجي يجيبوها بيجيبوا المززه. انا مخليه اللي هي ديت اللي هي الحلوه خفيفه شويه عن التانية. دي يا حبيبي بقى دي الطبق ده والكوبايه ديت اللي هي الحلوه بتاعتنا، والطبق ده والكوبايه دي اللي هي المززه. نحط بقى على وشها كده القرفه. اللي عايز برضو يحط عيدان اللي هي عيدان القرفه اللي هي الخشب دي كشكل بس يعني مش حاجه، بس انا ما عنديش بقى منها فمش مشكله. نحط بقى القرفه كده على وش الاطباق. بصوا بقى الجمال. متنسونيش بقى باللايك يا حبايبي، واللايك والشير كده واشتركوا في القناه. اول مره يشوفني كده يشرفني ويقول لي ايه رايه كده في الجمال بتاعنا ده. نحط بقى الكوبايات، هنحط بقى شويه جوز الهند كده. اللي عايز يحط برضو في الكوبايات قرفه يحط. قولوا لي بقى ايه رايكم في الجمال بتاعنا ده، وجربوا كده وقولوا لي ايه رايكم.
يا رب السوبيا بتاعتنا تعجبكم النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.